أكيد أنتِ أكتر واحدة حاسة بالضغوط المادية اللي بتقع علينا اليومين دول، كل يوم للأسف بتزيد مش بتقل، وأكيد دوّرتِ برضه على فرصة شغل ولكن لقيتِ كل الفلوس اللي أنتِ هتقبضيها هتضيع يا في المواصلات يا على الحضانة. ويا إما لو لقيتِ شغلانة كويسة هتلاقي مواعيدها مش مناسبة مع رجوع الولاد من المدرسة ومع المذاكرة، ففعلًا مشكلة كبيرة، ولكن الحل بين إيديكِ من بيتِك، من موبايلِك. أنا هاعلمِك إزاي تشتغلي مشروع ناجح يدخّل لِك دخل دولاري، والشغل فيه مش أكتر من ساعتين في اليوم بس. يعني اللي انت هتدخليه من تعبك في الساعتين دول يساوي 8 ساعات من الشغل التاني التقليدي اللي انت هتصرفي نصه مواصلات واكتر. انا مين؟ انا امال نصحي، بزنس كوتش وموتيفيشن سبيكر، حاصلة على MBA من جامعة القاهرة. بقالي 10 سنين بقدم استشارات للستارت اب بزنس، عندي 6 كورسات على منصة يوديمي، وبفضل الله من الترشيحات الأولى للمنصة. انا كنت زيك في يوم من الايام، كنت شغاله مديره مبيعات شركه كبيره. وبعد كده لما بقى عندي ولاد فقررت لا، انا محتاجه اعمل برايفت بيزنس فعملت حضانه. ولكن برضو ده ما كانش افضل حل، لاني كنت بلاقي المجهود اللي بعمله في الحضانه بيخليني بفرهد وما عنديش اي طاقه لبيتي ولولادي لما بروح. فقعدت ادور انه اكيد لازم يكون في حل، فابتديت اقعد مع نفسي واسال السؤال بالعكس: هو انا عايزه ايه؟ لقيت ان انا عايزه اشتغل من البيت عشان ابقى عندي حريه في وقتي. من البيت بقى، من الكافيه، من النادي، مش هتفرق، المهم يبقى قرار الشغل في ايدي في اي وقت. انا بحدد الوقت اللي انا عايزه اشتغل بيه من اي مكان. كمان انا هحدد ده، انا هشتغل ساعه ولا ساعتين براحتي. كمان لقيت ان انا الشغل بالعمله المحليه، مهما دخلت فلوس بالعمله المحليه مش هتقدر تواكب الغلا السريع جدا. فلقيت انه افضل حاجه ان لو الواحد اشتغل وكسب بالدولار. وهنا ابتديت من ادور على ايه الطرق اللي تخليني اعمل آه، مشروع من البيت ويكسبني بالدولار، فما لقيتش افضل من الديجيتال برودكت. وعملت اول كورس ورفعته على يوديمي، وابتدت الدنيا فعلا ابقى دخلت عالم تاني ما كنتش متخيلة انه موجود قبل كده. طيب، ايه اكتر حاجات ممكن تسوقيها وتجيب لك دخل دولاري؟ هم حاجتين: ايه الهاند ميد، علشان في السوق الاوروبي عندهم والامريكي طبعا متعطشين للهاند ميد علشان عايزين حاجة مميزة جدا. ما وكمان الهاند ميد التنافس فيه مش بيبقى كبير قوي، لان كل بيس بيبقى لها الفليفر بتاعتها والتميز بتاعها، فكل واحد يقدر يتميز ويعمل حاجة آه، خاصة بيه. وهم بيحبوا الحاجات دي جدا وبيقدروها جدا جدا، غير في الدول العربية. والحاجة التانية اللي ينفع تشتغلي بيها وتكسبي بالدولار، ودي أنا بالنسبة لي أفضل حاجة، هي الديجيتال برودكت. طيب، ناس كتير مش فاهمة ايه هو الديجيتال برودكت، خلوني أشرح. الديجيتال برودكت هو أي منتج ينفع تبيعيه من لاب للاب عن طريق الانترنت. يعني ايه؟ يعني مش بيعدي على شحن ولا تخزين ولا جمارك ولا اي حاجة. اي حاجة ينفع تعمليها اونلاين على النت وتبيعيها من جهاز لجهاز. يعني حاجة مش ملموسة، حاجة مش هتقدري تمسكيها بإيديكي. اكزامبل زي ايه؟ زي الكورسز، زي الاي بوك، زي الكولرنج بيج. يعني الكورسز والاي بوك دي مشاريع تعتبر كبيرة شوية. في حاجات بقى اخف قوي وسهلة وبسيطة لاي حد ينفع يعملها، اللي هي الكولرنج بيج والوول ارت والفلاش كارد. عالم واسع جدا مش هقدر ألمه في محاضرة، ولكن الحاجات دي
عليها طلب رهيب بره وبيدفعوا فيها كويس جدا. فهتلاقي نفسك ايه ده انا مع يعني وانا هعلمك بالذكاء الاصطناعي ازاي تطلعي الحاجات دي حرفيا في اقل من دقيقتين، وهيبقى المنتج جاهز خلاص. والحاجات دي بتتباع بأرقام لو عرفتي الأسرار بتاعتها، لأن في ناس كتير بتعملها ومش بتقدر تكسب منها، لأن هي منتج زي أي منتج. لازم أكون فاهمة الباير بيرسونا، فاهمة مين اللي هيشتريها ليه، لازم أظهرها بشكل احترافي جذاب، لازم الكلمات يعني في شغل برضو هيتعمل. لا هي تنفيذها سهل، ولكن من غير ما تفهمي الاستراتيجيات هيبقى صعب جدا تسوقيها، وصعب جدا تنافسي بيها، وصعب جدا انها تتباع. لكن اول ما تعرفي ايه الاستراتيجيات دي هتلاقي الموضوع وكله باستخدام الذكاء الاصطناعي هتلاقي الموضوع سهل جدا وممتع فوق ما تتخيل. يبقى الديجيتال برودكت ميزته انه ارباحه عاليه، سهوله في التنفيذ، مش هيكلفك ولا شحن ولا جمارك ولا اي حاجه، يعني الربح صافي 100%. الهاند ميد او اي منتجات تانية ملموسة نص الفلوس بتروح في المواد الخام وفي الشحن و وبقالك في الاخر بروفيت قليل قوي. لكن جمال الديجيتال برودكت يعني مثلا لو انت عملتي اي بوك، انت كلفك ايه؟ انت ما كلفكيش حاجه غير مجهود، لكن لا دفعتي فلوس في مواد خام ولا دفعتي اي حاجه. هو هيبقى من اللابتوب للابتوب او على الجهاز اللي بيقروا عليه ده. اوكي، فالموضوع بيبقى بدون رأس مال، يعني بدون اي مخاطرة. وفي ايه احلى من كده؟ طبعا المنتجات دي قبل 10 سنين ما كانتش ليها وجود اصلا في الكون، وللاسف قليلين جدا في الوطن العربي، عشان الحاجات دي مش مطلوبة قوي في الوطن العربي، مطلوبة بره اكتر، وخصوصا الكالرنج بيج والوور ارت والحاجات دي. فما قليلين جدا في الوطن العربي بيتكلموا عنها. ولكن الخبر السار ان اليومين دول في مواقع فتحت وقبلت ان مصر تسوق المنتجات دي عليها، ودي حاجة ما كانتش موجودة قبل كده. فكأنك بتفتحي آه، آه، بوتيك في مول عالمي، فلك ان تتخيل. اوكي، طيب ايه اكتر 3 مشاكل بتواجه رائد اعمال؟ انت عايزه تعملي مشروع دلوقتي، ايه المشاكل اللي بتواجهك؟ اول حاجه المنتج. خلاص، فاحنا عرفنا لو انت غاويه هاند ميد يبقى كده خلاص عرفتي المنتج. طب ما عندكيش فكره المنتج، انا بعلمك ازاي تعملي الديجيتال برودكت من الصفر لحد ما ترفعيه على المواقع دي. طيب ازاي تسوقيه؟ المواقع دي ميزتها ان هي اللي بتاخد المنتجات بتاعتك وتسوقها لك. طيب ايه ميزة برضو المواقع دي؟ المواقع دي الناس اللي بتدخلها، يعني في موقع منهم بيدخلوا 400 مليون زائر شهريا، ناس جاهزة للشراء. وهي دي الفرق الكبير، ان انت تسوقي على السوشيال ميديا ولا على اي مواقع تانية، وانك انت تروحي للناس اللي هي بتدور عليكي وعايزة تشتري ومعاها القدرة الشرائية ان هي تشتري. وطبعا المشكلة التالتة ازاي تستلمي ارباحك، ودي هنعرفها بالتفصيل في الورك شوب والكورس. تعالي نشوف اكزامبل علشان نعرف الدنيا فيها ايه. انتي بتعملي شنطة، اكيد الشنطة دي يعني ناس كتير شافتها في السوق المصري. طيب بكتيرها قوي لو هنسعرها ولا هتشتريها من اي حتة هتتباع بكام؟ ب500 جنيه، ب1500 جنيه؟ يا سادة دي بتتباع على المواقع دي ب313 دولار. طيب لحد كده هو حر يسوق زي ما هو عايز. 13 313 دولار يعني معدي ال15,000 جنيه. طيب المفاجأة بقى ان جمال المواقع دي برضو بتدينا تفاصيل اكتر، ان في 17 في الباسكت يعني في 17 شنطة تانية متباعة. اوكي، طيب هل يا امال انت بتوعدينا ان المنتجات بتاعتنا هتتباع كده؟
كل حاجة ولو التزمتي بالقواعد بتاعتها وفهمتيها، أيوه هتباع كده وممكن أحسن من كده. ولكن دي طبعا أرزاق، ولكن احنا بنجتهد ان احنا نعمل نمشي بقواعد البيزنس اللي تقدر تخلينا نسوق زي الناس دي وافضل. دي بقى الديجيتال برودكت. ادي الكولرنج بيج، والراجل ده بيبيعها يعني تقريبا ب3 دولار. هنقول ان الموقع بياخد عمولة، فخلينا نحسب 2 دولار بس. طب لحد دلوقتي مفيش اي مشاكل. تعالوا نشوف هو الراجل ده عمل كام مبيعة في سنتين. يا سادة هو عمل 120 ألف مبيعة. لو قلنا في 2 دولار هيطلع 12 مليون جنيه. انت سمعت الرقم صح، 12 مليون جنيه في سنتين. قولي ايه المشروع اللي هتعمله من بيتك وهيكسبك 12 مليون جنيه وانت ما دفعتش فيه جنيه خالص؟ فبجد فرصة ذهبية. ودي أحد نماذج العملاء اللي خدوا معانا الكورسات. يعني 71 دولار، 4 دولار، 103 دولار، 56، حسب الهاي سيزون واللو سيزون. منتجات انت يعني ما تعبتش فيها وعملتها في ثواني، ولكن شوفوا الأرباح ممكن توصلكوا لفين. طب يعني أنا في الآخر بدعوكي للاشتراك في الوركشوب حولي مهاراتك لدولارات. هتعرفي ايه هي المنتجات الرقمية وازاي تختاري منها. هننفذ مع بعض خطوة بخطوة 3 منتجات مع بعض، علشان انتي مجرد ما عرفتي ازاي تنفذي المنتجات الرقمية هتقدري تنفذي اي منتج رقمي بمنتهى السهولة. لان انا هقولك ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدك في ده. هنعرف ايه هي المواقع اللي هنرفع عليها المنتجات دي، ومميزات كل موقع، وافضل المواقع اللي هي هتبيع لك تبيع عليها الهاند ميد. وطبعا بالنسبة للهاند ميد هنتعلم ازاي نظهر ونعرض المنتجات دي بشياكة بحيث ان هي تنافس البراندات العالمية. وهقولك ايه طرق الشحن وشركات الشحن وافضل طرق للشحن، وازاي تستلمي ارباحك طبعا سواء كان بالدولار او بالجنيه المصري. ده بالنسبة للديجيتال برودكت او بالنسبة للهاند ميد. انت انت حرة بتختاري الطريقة اللي تستلمي بيها ارباح. يعني في الاخر لو انتي ست بيت وعايزة تشتغلي وتدخلي دخل محترم ما تتبهدليش في المواصلات، فالورشة دي ليكي. لو انت موظف ونفسك تدخل دخل محترم، احنا برضو بنرحب بالموظفين او يعني الشباب والرجالة، مفيش مشكلة خالص. يعني لو انتي كوتش او جرافيك ديزاينر او رايتر او فوتوغرافيك او انتربرينير، ايا كان الخلفية اللي جاية منها، سهل جدا اي حد يتعلمها حتى لو ما عندوش شهادات اصلا. الوركشوب دي هتبقى الاول 10 ب750 جنيه فقط لا غير. فقط لا غير. هتبقى 3 ساعات ونص هتطلعي منتجاتك جاهزة للبيع. يعني اكيد شفتوا على الصفحة بتاعتنا المنتجات اللي عملائي الاعزاء عملوها. حاجة في منتهى الشياكة ومنتهى الروعة، طبعا باستخدام الذكاء الاصطناعي. اتصلي على الرقم الموجود على الشاشة وفريق العمل هيرد عليكي ويتواصل معاكي ويقولك طرق الدفع. طب لو انتي ما عندكيش وقت وعايزة تشوفي الكورس مسجل هيبقى ب650 جنيه برضو الأول 10 فقط. الكورس مسجل هو كل شوية بيتحدث، يعني كل ما بيبقى فيه حاجة جديدة بننزلها على الكورس مسجل وبيبقى معاكي مدى الحياة. طبعا للاستفادة القصوى انك تشتركي في الكورس والورشة، وهيبقى ب999 جنيه بدل من 2500 جنيه. لو انت عايزة تشتركي في الوركشوب الاول وحاسة انك محتاجة الكورس اشتركي في الورشة الاول، وبعد الورشة لو عايزة تاخدي الكورس هيبقى تدفعي الفرق حوالي 250 جنيه بس. لو انت من البداية حاسة لا انت محتاجة الاتنين فهتدفعي ال1000 جنيه مرة واحدة. اوكي.
وده الرقم موجود على الشاشة علشان يقولك تفاصيل تحويل الفلوس والتسجيل. فرصة مش هتلاقيها، مفيش حاجة في الكون هتخليكي تبدأي مشروع بزيرو ريسك وزيرو رأس المال ومن بيتك ومن موبايلك. أشوفكم على خير في الكورس أو في الوركشوب، وبالتوفيق والنجاح الباهر للجميع.